بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الأمين. بناتي وإخواتي وحبايبي، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله حلقة رد على أسئلة كتيرة وعلى استفسارات كتيرة والناس اللي كانت بتسأل أنا ما بعملش بس ليه. أنا قلتها ببعض الحلقات ورجعت تاني الناس تسأل، فالنهاردة هنعتبرها كده إيه، فضفضة. اللي عايز يعمل حاجة سخنة زي كده هوت يعمل ويجي، يعمل شاي، يعمل قهوة، يعمل أي مشروب هو بيحبه، ويجي يقعد نتكلم إيه، هنتكلم شوية حلوين يعني مع بعض النهاردة. بالنسبة قبل أي حاجة، يا ريت يعني قبل ما نتفرج على الفيديو يا ريت ننزل تحت ونعمل لايك وسبسكرايب وندعي دعوة حلوة، ويلا نشوف الفيديو. طبعا اللي كان متابعني من الأول خالص كان عارف القناة. وأنا كنت الفترة اللي فاتت قبل ما أوقف شغل في القناة كنت اشتهرت إن كل يوم بقعد أنا وحبايبي بنعمل بس تمام. فالبث دوت كان بجد بجد والله العظيم، كانت هي بتبقى ساعة كل يوم، وكانت سبحان الله ليها مفعول السحر معايا ومع بناتي واخواتي وحبايبي. تمام، انا اتعلقت بيكم وانتوا اتعلقتوا بيا. تمام، بعد حصل بعض الضربات وقفت شغل شويه في القناه ورجعت تاني. الحمد لله بفضل الله وكرم اشتغلت في القناه. تمام. رجعوا تاني حبايبي، وعايزه اقول لكم الفتره اللي انا انقطعت فيها كانوا بيتواصلوا معايا. ربنا يا رب يجازيهم عني كل الخير، وهم اخواتي وحبايبي، ويعلم ربنا هم معزتهم في قلبي قد ايه. فرجعوا تاني يقولوا لي فين البث يا هدى، فين البث، احنا عايزين البث، احنا عايزين البث. طيب انا دلوقتي الناس اللي قاعده في مصر عارفين ان احنا في فترات بتقطع فيها الكهرباء. تمام، فطبعا النت والتليفون الارضي والدنيا دي كلها ايه، بتعتمد على الارضي، بتعتمد على الكهرباء. تمام، فانا عايزه اقول لكم ان انا عندي مشكلتين. ان انا عندي طبعا النت متوصل بالكهرباء بتاعت شقتي، خلاص كده، دي نقطة. فديت بتقطع مثلا ايه فترة، وعندي الكابينة بتاعت الأرضي في حتة تانية خالص، فالمنطقة التانية ديت بتقطع فيها الكهرباء فترة تانية. تمام، فكده ايه، كده يبقى عندي أنا عشان خاطر أحمل فيديو 10 دقايق أو 7 دقايق أو 5 دقايق، والله العظيم بقعد طول النهار بحمل في الفيديو. وأوقات يعني ده أنا كده قاعدة، يعني هقول لكم والله اللي بيحصل بالظبط. أوقات بيبقى فيديو 5 دقايق وبيقعد مثلا ايه، بقعد كل شويه ابص على الموبايل هو الفيديو بيحمل، فبص الاقي ايه، وصل عند 80%، اقول بس الحمد لله خلاص هانت. ابص الاقي راح الكهرباء قطعت، فيرجع يحمل من الاول وجديد. ما يعني مش بيقف التحميل ويرجع تاني مثلا يحمل من عند 80%، لا والله حصلت معايا كذا مرة في أكتر من فيديو. فخلاص يعني أول مرة طبعا زعلت جدا، وتاني مرة بدأت خلاص أقول لا حول ولا قوة إلا بالله لعله خير. فعايزة أقول لكم البث دوت اللي أنا كنت بقعد فيه كان قبل قطع الكهرباء، وكنت بقعد معاكم ساعة. أنا دلوقتي عشان أفتح بس، تمام، واقعد كل شويه، كل 5 دقايق وكل 10 دقايق وكل ربع ساعه ارجع تاني اعيد البث، الناس هتتضايق وانا هتضايق، والله اعلم. وبعدين انا مش يعني البث مش هيتقطع وارجع تاني في لحظتها اعيده، لا، ده انا هستنى لما الكهرباء تيجي. فعايزه اقول لكم دعواتكم ان ربنا يحلها من عنده، وان يرجع تاني الكهرباء تبقى كويسه ان شاء الله يا رب، اللهم امين. فربنا يصلح الحال ليا وليكم والايه وللجميع ان شاء الله خير. فنيجي بقى للنقطة التانية وبعض الأسئلة اللي جات لي الفترة اللي فاتت. طبعا الحمد لله والشكر لله، بشكركم جدا على تفاعلكم على الفيديوهات بتاعتي، وربنا ما يحرمنيش منكم أبدا. كل الحب وكل المودة اللي بيني وبينكم، يعني ربنا يزودها كمان وكمان، لأن انتوا بجد إخواتي، بجد أنا بقول عليكم عيلتي الكبيرة. فربنا يا رب ما يحرمنيش منكم أبدا. طيب نيجي بقى لبعض النقاط اللي احنا اتكلمنا فيها الفترة اللي فاتت، وبعض النقاط اللي احنا اللي جاتني عليها بعض الأسئلة. أول حاجة كان موضوع الجواز. تمام، كان موضوع الجواز. في ناس كتيرة بدأت تسأل طيب أنا دلوقتي بالنسبة للزواج، وكانوا ذكور، بالنسبة للزواج الماديات قليلة، الدنيا فيها ايه؟ طيب هو الرسول عليه الصلاة والسلام حلها، قال من يستطيع منكم الباءة فليتزوج. ايه هي الباءة؟
اللي هي تكاليف الزواج ومصاريف الزواج والنفقة على الزوجة ونفقة البيت ونفقة بعد كده إن شاء الله ربنا يرزق بالأولاد. فعايزة أقول لكم كل الحاجات ديت أنت قدها. الجواز رزق من عند ربنا عز وجل وشيلة، مش حاجة هينة، يعني شيلة تقيلة كمان. يعني ربنا يرزق الجميع يا رب بالرزق الحلال. فعايزة أقول لولادي ولإخواتي الذكور وبرضك للإناث، الجواز مش حاجة سهلة. الجواز مش حاجة سهلة، مش اتنين اتعرفوا على بعض وحسوا بانجذاب والدنيا جميلة فايه يلا اتقدم لك وبابا يوافق وماما توافق. اولا بابا ولا هيوافق ولا ماما هتوافق ولا حد هيوافق، لان طبعا لو شاب لسه في مقتبل حياته لا عنده سكن ولا عنده مورد رزق ثابت ولا عنده تكاليف الزواج. طب انا اجوزه بنتي ازاي؟ او انا لو ابني اخليه يروح لبنت الناس ازاي وتقدم لها ازاي؟ ما برضك كل حاجة وليها حاجة، صح كده؟ يعني كل حاجة وليها حاجة. كل خطوة بنخطيها في حياتنا لازم يكون ليها حساباتها ولازم يكون ليها دراستها، ولازم ان انا برضك مقللش. يعني انا لو انا ام الولد تمام او ام الشاب دوت، لما اجي اروح اخطب لابني لازم يكون ابني واقف على ارض صلب، ولما يجي عريس لبنتي لازم يكون برضك العريس واقف على ارض صلب. طب بالنسبه للناس الكبيره في السن، انت حضرتك سواء ارمل او مطلق او لم يسبق لك الزواج، لو ما عملتش في سنين حياتك اللي قبل كده اساسيات الزواج، طيب يبقى هتتجوز ازاي؟ طيب مين بنت الناس اللي لو انت حطيت اختك مكانها او بنتك مكانها هتوافق بزوج كبير في السن؟ ولو هي كبيرة يعني، مين اللي هتوافق بعيشة بسيطة جدا وعيشة على القد؟ طيب انت دلوقتي لو حطيت نفسك في الوضع التاني، وضع الاخ او وضع الاب، بالنسبة للإنسانة اللي انت عايز تروح تتقدم لها دي، وجالك زوج لأختك أو لبنتك تمام، وجايلك في سن كبير وتقول ان انت فقير. يعني الفقر اللي هو عيب ولا هو حرام، بس برضك يعني من ضمن الفطنة ان انت يعني ظروف الحمد لله والشكر لله يبقى خلاص كفى الله المؤمنين الدنيا ديت، وربنا يهدي حق عبيده. وانت اتبع تعليمات الرسول عليه الصلاة والسلام. الصيام اللي هي غض البصر، وان انت تشغل نفسك برياضة بقراءة بأي هواية، ان انت تشغل نفسك في شغلك. فديت برضك من ضمن من ضمن الحاجات اللي انا بنصح بيها اخواتي الرجالة. لا والله انت في انسانة تقدر او مثلا تراعي ظروفك يعني تقدر تراعي ظروفك المعيشية وهي موافقة على حاجة زي كده، او هي مثلا عندها مصدر دخل وتقدر انها تتزوجك، خلاص يبقى كده ربنا يوفق يا رب ويرزق الجميع بالخير. فده اهم شيء، ان الناس ان الناس تكون عندها كمان في الزواج الصدق. ودي من ضمن الحاجات اللي انا بصراحة بوصي بيها كل الناس. انت كشاب داخل على أسرة عروسة وعايز تتجوزها، تتقي الله فيها وتقول كل الأمور بصدق. ليه؟ لأن النهاردة كان زمان على أيام أمي وأمك والستات الكبيرة الأصيلة اللي هي البسيطة اللي هي تربية أهليها، كانت الستات بتقعد وتصبر. يعني كانوا ربنا يرحمهم ويغفر لهم يا رب ويجعل مسواهم الجنة، كانوا بيقعدوا ويصبروا. كانوا الجوازة حلوة بتحمد ربنا عليها وتقعد وتربي عيالها. الجوازة وحشة كل شوية يحصل مثلا عادات والناس تيجي تهدي النفوس والبيوت بتستمر. وما كانش في موضوع الطلاق دوت. كانت الناس العواجيز قوي او الناس الكبيره قوي اللي هم اجدادنا كان يقول لك انا بجوزك بنتي، وكان بيقولوا كده للبنت والله، كانوا بيقولوا لها من بيتي لبيت جوزك للقبر. واسالوا اهاليكم، يعني الناس الصغيره تسال جداتها، كانوا هم بيقولوا لهم كده. طبعا البنت ما كانش عندها اي مصدر دخل، هي كانت اعتمادها الاول والاخير على ابوها في بيت ابوها، وبعد كده لما بتنتقل لبيت الزوجيه كان بيبقى اعتمادها على زوجها. كانت بتبقى مطيعه جدا. يعني كانوا بيتجوزوا صغيرين، وكانوا بيتعودوا على بيت العيله، وكانت بتتعود على طباع زوجها. وكانت عايزه اقول لكم كانت الدنيا بفضل الله وكرمه بتمشي. النهارده
النهارده لا، النهارده الامور اختلفت. النهارده انت هتجذب في الجوازه من اولها، هتتجوز، مش هتتجوز، بس بعد كده هو هتبص تلاقي الخلافات بدأت تظهر. هي بدأت تكتشف الكذب، سواء بقى في أخلاقك، في أسلوبك، في طريقتك، في معيشتك، في مصدر رزقك، في مصاريفك على بيتك. فهتبدأ بقى إيه، تبدأ تظهر الخلافات. ونسأل الله العفو والعافية. كم من جوازة بعد شهرين 3 سنة بالكتير تبص تلاقي إيه، كل واحد راح لحال سبيله، وبمشاكل وبقضايا وبمحاكم، والبنت جهازها يتبهدل، والولد يبقى متحسر على فلوس اللي دفعها. فليه من الأول؟ طب ما احنا ايه داخلين ناويين نية طيبة، ناويين زواج وناويين خير. طب ما احنا ايه، نقول كل التفاصيل من أولها، ونعرض كل أمورنا من أولها، بحيث إن والله النفوس ارتضت، خلاص يبقى ايه، يبقى ربنا بيوفق وبيتمم على خير. النفوس ما ارتضتش، يبقى انت ما خسرتش حاجه، لا انت ضليت حد، ولا انت اذيت حد، ولا انت خسرت فلوسك، ولا خسرت وقتك، ولا خسرت الناس فلوسهم، ولا خسرت الناس وقتهم، ولا خسرت بنت الناس فرحتها. لان الفرحه الاولانيه دي يعني ايه، اللي هي لا تعوض. الفرحه الاولانيه دي لا تعوض. تمام. ممكن تعوض في الزواجة التانية لو الزوج الأولاني كان مش كويس، وربنا رزقها في الزواجة التانية بزوج صالح يتقي الله فيها. بتعوض بقى في عشرة، بتعوض في خير. لكن كفرحة، واسألوا ناس كتيرة جدا هيقول لكم الجوازة الأولانية لا تعوض. الرزق الأولاني ده سبحان الله بيبقى لا يعوض، بالنسبة للبنت وبالنسبة للراجل. ممكن يعوض لو فيها مشاكل كتيرة والزوجة التانية أو الزوج التاني كان صالح، فخلاص بقى بيبقى عوض ربنا. بس يعني طب وليه من الأول نسعى في شر؟ احنا سعيين بخير، ليه نسعى بالخير بالشر؟ يعني ليه الكذب؟ الكذب ده أسوأ حاجة في الوجود، أسوأ حاجة يعني بين الزوج وزوجته، أسوأ حاجة بين الأولاد وأمهم، بين الأولاد وأبوهم، بين الناس في الشغل. الكذب دوت والعياذ بالله. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الكذب بطريقة رهيبة. ليه؟ لأن الكذب هو الثقة. الكذب او الصدق هو الثقه اللي احنا بنحطها بيننا وبين بين الطرف الاخر، سواء زوجي، سواء ولادي، سواء زمايلي في الشغل، سواء اهلي. الصدق لما يكون صدقه خلاص بيبقى فيه حبال الثقه وحبال الود وحبال الخير بتتوجد. الكذب طب جه في النص، خلاص كل دوت بيتقطع، خلاص ما بقاش فيه ثقه، ما بقاش فيه رحمه بين الاتنين، ما بيبقاش فيه ود، ما بيبقاش فيه خير. خلاص هي بتقول لك ده كذاب. حتى لو جه في الصدق، يعني حتى لو جه في موضوع وكان صادق فيه، تقول لك والله ده كذاب، انا جربته كذا مره، ده كذاب. فالرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن الكذب، يعني يا ريت ما نجملش في فتره الخطوبه. لا، اظهر بحقيقتك. انا والله بحب كذا، انا بكره كذا. انا في راجل كبير الله يرحمه يا رب ويغفر له، قال لي والله لولا التجمل ما كان حد كمل جوازه. بس لا، يعني يا ربنا يرحمه يا رب وينور قبره. انا بقول برضك ان في ناس كتيره جدا على طاعه، انا ممكن اتجمل لكن ما اكذبش. انا ممكن مثلا ايه، يعني يبقى في اسلوب كويس في المقابله، يبقى في خير في الكلام، لكن ان انا اكذب في اساسيات، يعني انا طبعي حاجه وبينه حاجه تانية، انا مادياتي حاجه وبينها حاجه تانية. طب ما انا بعد الجواز ما انا هنكشف، ما خلاص بعد الجواز ما فيش بقى اقنعه وما فيش اي حاجه. وحتى لو الاقنعه استمرت فتره بعد كده هتتشال. فليه من الاول ونرجع بعد كده نقول ده في طفل وفي طفلين وفي محاكم وفي كذا وفي كذا وفي مشاكل؟ والناس النهارده ما بقتش تقف عند نقطة معينة، لا الناس بقت عايزة حقها تالت ومتلت. الطرفين، الزوج والزوجة، الزوجة تقولك والله ما حلو، هو يتربى ويتأدب ويصرف على ولاده، والزوج يقولك والله لا برضك لا قرفها. بيحصل وبنسمع. فعايزة اقول لكم البداية من الاول لو هي كويسة، الموضوع كله بيستمر بفضل الله وكرمه سنين طويلة، لغاية ما فعلا بتروح هي القبر أو هو بيروح القبر وخلاص، والدنيا ويبقى فيه خير بينهم وبين بعض. طيب في حاجة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، برضك من ضمن الأسئلة اللي جاتني بالنسبة للولاد.
في ناس بيقولوا لي ان ولادهم اشقياء جدا وهم صغيرين. ما هو يا جماعه لازم هو الولاد دول يعني كانوا زمان يقولوا ايه، التربيه دي صعبه جدا. كانت اهالينا يقولوا لنا، يقعدوا يضحكوا معانا كده واحنا بنات، يقول لك ايه، نامي كويس واشربي كويس وكلي كويس في بيت والدك وانبسطي، لان بعد كده بيت جوزك ده مسؤوليه. بيت جوزك ده مسؤوليه. كانوا بيقولوا لنا كده. كانوا بيقولوا لنا اشبعوا نوم واشبعوا تهريج واشبعوا فرحه وانبسطي في بيت اهلك وتدلعي، لان بعد كده في مسؤوليه. النهارده احنا بنفهم بناتنا العكس. النهارده انا بفهم بنتي العكس، او السوشيال ميديا بيفهموا البنات العكس. بيقولوا لهم ايه، الفستان والفسحه اللي هي بتاعت شهر العسل ومش عارف وفي ايه وفي ايه، والدباديب لا. وتيجي بعد كده البنت تبص تلاقي نفسها واقفه في المطبخ وبتكنس وتمسح، ما بتلاقي نفسها وقفت قدام المسؤوليه، دخلت في المسؤوليه، فتقول لك لا انا ما كنتش فاهمه كده. لا، نفهم بناتنا ان الجواز ده بالعكس. انا في بيت اهلي اللي شايله المسؤوليه والدتي، شايله انا جزء معاها من المسؤوليه. لو انا انسانه قد تحمل المسؤوليه مع والدتي، ببقى شايله جزء من المسؤوليه بتاعه البيت. لكن لو انا مرفهه وامي مدلعاني وكده، بتبقى الام شايله كل المسؤوليه. طب انت دلوقتي بتتنقلي لبيت جوزك، مين اللي هيشيل المسؤوليه؟ انت حضرتك. انت اللي هتبقي خلاص بقى، هتتغير الادوار، انت اللي هتبقي ماما، انت اللي هتتحملي الاكل والشرب والتنظيف وكل تفاصيل الحياه الزوجيه، هتبقى انت الاساس. تمام. فنفهم بناتنا الامور الصحيحه، ما نضحكش عليهم، نقول لهاش لا والله ده هو دوت، هو دوت نعمه الدنيا، وهو دوت الخير، وهو دوت السند والظهر بعد ربنا عز وجل وبعد الاب. لكن برضك انت هتبقي في حمل عليكي، ولازم الامهات تفهم بناتها كده. انت خلاص، انت اللي هتبقي الوتد بتاع البيت، انت اللي هتبقي اساس البيت، انت اللي بعد زوجك طبعا، انت اللي هتبقي ملمه بكل تفاصيل بيتك. فنفهم بناتنا يعني ايه جواز، نفهم بناتنا يعني ايه مسؤوليه، نفهم بناتنا الحياه الصحيحه. لكن ما اقعدش بقى افرحها، تفرح بالفستان والذهب والجري والتنطيط والفسح والكلام ده كله في الخطوبه، وبعد الجواز في ازواج صالحين يعني بياخدوا زوجاتهم بيفسحوهم. بس برضك اساس الجواز ايه؟ المسؤوليه. اساس الجواز ايه؟ المسؤوليه والولاد والخلفه والتفاصيل الحياه اللي هي كلها بتدور حوالين المسؤوليه. فربنا يرزق اولادنا يا رب بزوجات صالحات، ويرزق بناتنا بازواج صالحين، ويسعدهم ويوفقهم يا رب في حياتهم، ويرزق كل من كان عايز الزواج وكل من عايز العفة، ربنا يعفه من حلال طيب، اللهم امين يا رب العالمين. طيب بالنسبة لتربية الولاد، انا قلت الاطفال الصغيرين لازم ندلعهم ولازم نبسطهم. هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال سبع للدلع والفرحة ان انت تطبطبي عليهم، وان انت تشبعيهم من حبك ومن حنيتك. وبعد كده 7 ايه؟ للتربية. يعني انت دلعتي وبسطتي وفرحتي في خلال 7 سنين، وبعد كده وفي خلال ال7 سنين بنربي، بس ايه؟ باسلوب مهذب، وباسلوب بالراحه وبسيط، وعمل حاجه غلط بضربه كده بالراحه على ايده، لا كده غلط، بتفهمي بالراحه، لانه طفل عايز يلعب وعايز يجري وعايز يتنطط وعايز يعمل كل حاجه، وانت بتبقى انت العين الحارس عليه. يعني الام بتبقى هي العين الحارس على ولادها. تمام. والاب والام بيشتركوا في التربيه. معلش، الجواز ده شركه، والابناء دول نتاج الشركه ديت. فمعلش ما ينفعش ان الزوج يرمي الزوج. ما ينفعش انا دلوقتي داخله شركه بيني وبين زوجي، تمام، وفي نتاج من الشركه ديت. ما ينفعش ان الام هي اللي تربي لوحدها، ما ينفعش ان الام هي اللي تتحمل المسؤوليه لوحدها. الاب ما هواش مورد المال بس، لا، انت عندك يوم حتى اجازه، عندك يومين اجازه، عندك وقت بتيجي فيه من الشغل وبتقعد بتستراح شويه، وبعد كده بتتفرغ لاسرتك. ما ينفعش ان انت داخل زواج وان انت ما تبقاش عارف يعني ايه تفاصيل وتحمل مسؤوليه. الزوج عليه عائق وعاتق الفلوس وان هو يوفر دخل الاسره، بس برضك عليه برضك تربيه ولاده. لازم يكون برضك من ضمن وهم صغيرين، يبقى برضك اساس في التربيه، ويفرحهم ويسعدهم ويلعب معاهم ويحسوا بحنيته وبمسؤوليته. ايه اللي بيخلي يا جماعه يحصل فجوه في البيوت؟
ان من البدايه كده هو الزوج بيبقى شايل ايده، بيبقى شايل ايده ورافع ايده من كل حاجه، من كل تفاصيل الحياه. هو بس يعني هو كده ايه اللي هو ايه، يجيب لك الفلوس ويحطها لك في ايدك، او كمان يديك جزء من الفلوس ديت وهو يدخر الباقي، ويقول لك اتصرفي ورب العيال وكده. فبتبص الست تلاقي نفسها ان هي اكنها في بحر لوحدها، في دنيا لوحدها. هو وفر لها تكاليف البيت والسكن وكل حاجه، ووفر لها الفلوس النفقه، لكن في نفس الوقت تربيه الولاد والرحله ديت بتبقى محتاجاهم هما الاتنين مع بعض. ما بتبقاش محتاجه الراجل لوحده ولا الست لوحدها، بتبقى محتاجاهم هما الاتنين. كان في واحده حبيبتي، ربنا يا رب يبارك لها في بناتها يا رب اللهم امين، كانت بتقول لنا حاجه جميله جدا. كان عندها 3 بنات، كانت بتقول لنا انا وباباهم يوم الاجازه دوت بنخصصه لهم هم، زمان ايام ما كانت الجمعه بس. قالت لك هم يوم الجمعه دوت ده بتاعهم هم. قالت لك احنا بنفطر الصبح في البيت، وبعد كده ناخد الكوره وناخد اللي هي حاجات الفسحه وكده والاكل والشرب، وبنروح في حديقه. يعني ما كانوش كمان بيتكلفوا فلوس فيها كتير. الحنيه والسعاده والرحمه مش عايزه تكاليف كتير على فكره. من ضمن الحاجات ان انت ما تأزمش نفسك في حدائق يعني ببلاش، يعني ما مش محتاجه الحوار ده كله، وان انا لازم اوديهم مدينه ملاهي، وان انا لا. الحنيه والسعاده مش محتاجه فلوس. اللي هتاكله في البيت هتاكله في الحديقه، اللي هتصرفه في البيت هتصرفه في الحديقه، بس المهم ان انت تبسط ولادك. فكانت بتقول لنا كنا بناخد ال3 بنات ونلعب معاهم، وباباهم يلعب معاهم بالكوره ويضحك معاهم، وانا اضحك معاهم، وناكل سندوتشاتنا ونشرب الحاجه السخنه اللي احنا اخدينها، او لو كان صيف نجيب حاجه ساقعه، ونقعد بقى قعدة ود وقعدة صفا، ونسمع البنات اسبوعهم كان عامل ازاي، وهم يفرحوا واحنا نفرح في وسطهم. فعايزه اقول لكم ان لما ما شاء الله لا قوه الا بالله 3 بنات كبروا، عايزه اقول لكم ما شاء الله لا قوه الا بالله، ملء السمع والبصر. والاب والام كميه الود اللي ما بينهم وبين بعض اللهم بارك. عايزه اقول لكم ان هي كانت معديه ال50، وكان بيجيب لها بوكيهات الورد. يعني كان لما يبقى عيد جوازهم او يبقى في مناسبه حلوه، تبص تلاقيه جايب لها بوكيه الورد وتصور معاها ويبقى فرحان بيها وهي فرحانه بيه. وعايزه اقول لكم هي كانت برضك بتهتم بكل التفاصيل اللي تسعد نفسها بيها، واللي تسعد بناتها، واللي تسعد زوجها. فلما الزوج بيبقى مهتم بتفاصيل فرحه اهل بيته، ده بيبقى حاجه تانية خالص. الجواز ما هواش دخول فلوس البيت وخلاص، وان انت تشتغل طول النهار بره ومهمل الزوجه ديت ومهمل الابناء. الجواز ده هو الرحمه، الجواز ده هو الطبطبه، الجواز دوت هو الكلمه الطيبه اللي المفروض قبل ما يعني الزوجه ما تسمعهاش غير منك انت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الولاد اللي احنا كنا اللي اساس الكلام في الجزئيه دي، الطفل لو هو طلع من الاول على حنيه ابوه وامه، عمره ما هيحتاج لحنيه تاني من بره ابدا ابدا ابدا، ولا يحتاج لحد يطبطب عليه. هو خلاص عنده اشباع للحب والحنيه من البيت. عايزه اقول لكم كان في دراسه على طفلين لسه مولودين، طفل حطوه في حضانة ومفيش أي رعاية ليه غير شوية التغذية اللي بيجيله عن طريق الأنابيب والتنفس الصناعي، ومفيش حد مثلا بيطبطب عليه، مفيش حد بيجي يتكلم في ودنه كده هوت، مفيش أي حاجة من الكلام دوت. هو بس يا دوبك أكل وشرب ورعاية وخلاص على كده. وطفل تاني أمه كانت بتيجي تطبطب عليه وتتلمس ايده كده وهو طفل رضيع، يعني في الحضانه، هما الاثنين كانوا ده في حضانه وده في حضانه، وبتتلمس ايده كده وتكلمه كلام حب، وتقوله انا بحبك، انت ابني، انت حبيبي. يشم نفسها. الطفل اللي كان في الحضانه اللي امه كانت بتزوره وكانت بتطبطب عليه وكانت بتقوله كلام حلو، ده خف وعاش. والطفل اللي كان ماشي على نظام علاج ونظام الاكل بس، مات. الكلمة الطيبة بتطول العمر، الكلمة الطيبة بتحسن النفسية، الكلمة الطيبة بتخلي الحياة حلوة، حتى لو فيها تفاصيل مثلا ضيق في الرزق أو كذا أو كذا أو بعض المشاكل، لكن الزوجة والأولاد بيفتكروا للزوج كل حاجة حلوة. تقولك لا والله لا الراجل عامل كل وسعه.
بيشتغل ومدينا من وقته ومدينا من مساحته ومدينا من حنيته، والزوجة برضك نفس الكلام، نفس الكلام. يبقى برضك الزوج في ناحية وهي برضك معاه برضك الكلمة الطيبة والحفاظ على البيت والحفاظ على الولاد. فهي شركة لو هما الاتنين في إخلاص بينهم وبين بعض هيوصلوا بالشركة ديت لبر الأمان بولادهم. لو الشركة ديت فيها طرف كويس وطرف عامل زي الشريك المخالف حاجه من الاتنين، يا اما هي الزوجه هتقعد تزق في المركب واتقالت والله هقول لكم، بس هتقعد تزق في المركب لغايه ما توصل لنقطه معينه وهي ورزقها، هي وصلت لبر الامان بالولاد، يا اما جت في النص وتعبت وخلاص وقالت لك لا انا تعبت وزهقت بصراحه، لا انا الراجل ده مش هينفع اكمل معاه. يا ستي ده انت مستحمله بقالك سنين، تقول لك لا والله انا خلاص الصبر حدود زي ست ام كلثوم كانت بتقول. فعايزه اقول لكم لا، في رجاله كتيره جدا بتبقى متخيله ان هو بس خلاص طالما عامل جايب الفلوس والاكل والشرب في البيت والكلام ده كله، خلاص اللي في البيت دول ايه، خلاص كده هم ايه، مكن هيشتغلوا. لا، الكلمه الطيبه صدقه للزوجه وللولاد، والاهتمام بالولاد، عشان منجيش نبص في سن المراهقة نبص نلاقي البنت خرجت تدور على الحنية بره، نبص نلاقي الولد خرج يدور على الحنية بره، نبص نلاقي بعد كده هوت لما يكبروا ويتجوزوا كمان نبص نلاقيهم ما بيسألوش في أهلهم غير كل فين وفين. ما هو خلاص، ما هو انت الطفل ده عامل زي الزرع اللي هتسقهوله في بداية حياته، هو اللي هيترجمهولك لما يكبر، سقيته وود وان انت تسأل عليه وان انت تطبطب عليه وان انت تحبه وتحافظ عليه، هو لغاية لما يتجوز ويخلف هيقول لك لا كل اسبوع لازم اروح اطمن على الحاج والحاج، لازم اروح اطمن على والدي ووالدتي. ما كناش احنا نتعلق باجدادنا واحنا في محافظة وهم في محافظة تانية. الود والاهتمام والتفاصيل. كان ليا جد عليه رحمة الله، الله يا رب يرحمه، الله يا رب يرحمه، وجدة اترحموا عليهم يا جماعة. كان جدي دوت وهو يعني خارج من البيت ورايح مثلا البلد كان يقول لي عايزة ايه، اجيب لك ايه، كنت اقعد اعدهم له كده على ايدي، كانت ايدي صغننه، اقول له اللبان والقصب والنوجه واللي هو ايه، اقعد بقى اعدهم له كده وهو يقعد يضحك، وكان يروح البلد ويجيبهم لي معاه. كان عنده من الود والرحمه ليا، الله يا رب يرحمه ويغفر له، لغايه ما توفى وكنت لازم اسافر البلد واطمن عليه. وجدتي الله يرحمها يا رب ونور قبرها، عايزه اقول لكم الود والرحمه والطبطبه على الطفل طول ما انت اخد ولادك في حضنك، طول ما انت اخده ولادك في حضنك، وطول ما انتوا بتحافظوا عليهم، وطول ما انتوا في رحمه وفي خير، طول ما هتلاقوا ولادكم لغايه لما يروحوا بيوتهم بفضل الله وكرمه وهم بيجوا يسالوا عليكم. لا من الاول في شجار وفي وجع قلب وفي كذا وفي كذا، هتبص تلاقي الطفل طالع في اسره مش مظبوطه، نفسيته مش مظبوطه، مجرد ما جاي يتجوز خلاص بقى تبص تلاقيه انا هروح لها ليه، يعني مصدر قلق، مصدر هيروح يبص عليها كده هو كل فتره وهو متضايق، هيسمع اخبار وحشه، هيسمع طاقات سلبيه وحشه. سمعت قبل كده في التلفزيون ست كبيره عندها 70 سنه وجوزها كان عنده 80 سنه، بتقول كانت مستضيفاها في برنامج ديني، كانت متصله بالتليفون، فبتقول لهم ان ولادها بيقولوا لها يعني هم خلاص اتجوزوا، يعني هي قعدت مع زوجها لغايه ما ولادها اتجوزوا، وبعد كده هي دلوقتي قاعده هي وزوجها بتقول لهم والله اكني قاعده مع الشيطان. تخيلوا، والله العظيم المكالمه دي انا سمعتها، بقول لهم والله انا كني قاعده مع الشيطان، والراجل لغايه ما هو عنده 80 سنه وعمال يقرفها وعمال يحرق في دمها، فبتقول لاولاده ما اروح فين، اروح فين دلوقتي، قالوا لها وهتروحي فين دلوقتي، خليكي قاعده معاه، وهو لو انت مشيتي من البيت مين هيخدمه ومين هيعمل ومين هيشوف له مصالحه، خلاص راجل 80 وهي ست سبعينيه. فعايزه اقول لكم الرحمه. فهي بتقول انا ولادي دلوقتي مش حاسين بيا، انا قعدت مع الراجل دوت واتجوزتهم وعشان خاطر سواد عيونهم، ودلوقتي هم خلاص كل واحد في بيته ومحدش حاسس بيا. هو فعلا محدش هيحس بيها، لان هو دلوقتي حتى لما بيروح لها البيت بيبقى بيسمع مشاكل، محدش النهارده بيبقى عايز يروح مكان يسمع فيه مشاكل، محدش النهارده بيبقى عايز يروح مكان ويسمع فيه مشاكل، الناس بتبقى عايزه تروح تسمع خبر صار، كلمه طيبه، تقعد قاعده كويسه، يهون عليها الحياه. فده بالنسبه لتربيه الولاد. تربيه الولاد مش سهله، تربيه الولاد
هتربيهم 7 على الحب وعلى الطيبة وعلى اللعب وعلى كل حاجة حلوة، وتطبطبي عليهم وتحتويهم. 7 تانية هتعلميهم الصلاة، وهتعلميهم أمور دينهم، وهتعلميهم ازاي يذاكروا وازاي يحافظوا على مستواهم التعليمي. و7 تانية بقى يعني ما يوصل ل 14 سنة، وده هو ده في ال 15 هتصاحبيه. وهو ده اللي أنا قلته في الفيديو اللي فات اللي هو بتاع سن المراهقة. لازم 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 الأب والأم يصاحبوا ولادهم، سواء بنت أو ولد. لازم البنت تيجي تفضفض، لازم تيجي البنت تحكي، لازم البنت تيجي تسمعي لها، تدي لها جزء من سمعك وتعرفي تفاصيل يومها مشيت ازاي، واتقال ايه في المدرسة، واتقال ايه في الدرس، حصل ايه في الطريق. وانا قلت الكلام دوت في اكتر من فيديو، ازاي نربي ولادنا في مرحلة المراهقة، ازاي نعرف تفاصيلهم حتى لو هم ما حكوش، ازاي احنا نعرف تفاصيلهم في مراحل المراهقة. ادخلوا على الفيديوهات وشوفوا. ده بالنسبة للولاد. طيب في حاجة تانية بالنسبة للمدرسين، الأمل. أنا لما أروح مدرسة، أي مدرسة سواء صناعية سواء تجارية سواء فندقية، أي مدرسة فنية، المدارس الفنية بالذات والمدارس برضك الثانوية، ولاقي المدرسين بيحتووا الطلبة زي ولادهم، وبيديلهم من مساحته، ومن يسمع برضك ليهم، ويكلمهم عن مستقبلهم، تمام، ويبين لهم ايه يعني ايه اللي بعد الثانوي الفني، في كليات ايه، في معاهد ايه، الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. غير لما يجي مدرس تاني ويحبط الولاد والبنات ويقول لهم لا والله مفيش هي سودة يعني والعياذ بالله. والله في مدرسين يقول لك هو خد الدبلوم وخلاص يا عم، خلاص حلو قوي عليك كده. ما في كليات يعني الدبلومات الفنيه ما هياش دبلوم وخلاص، هي مش شهاده منتهيه، بالعكس الدبلوم الفني في ميزتين. ميزه ان هي شهاده دبلوم ممكن تشتغل بيها، وفيها ميزه تانية ان انت هتكمل تعليم عالي. فلا في مدرسين بيبقوا يعني ملء السمع والبصر، بيعتبر ان الطالب دوت ابنه او الطالبه دي بنته، وبيبدا يفتح عينيها ويقول لها ليك الكليه الفلانيه، وليك الكليه ديت، وليك المعاهد العليا ديت، وليك المعاهد الفوق المتوسطه. فبيبدا يفتح لها مجالات عشان خاطر البنت يديها الامل او الولد يديله الامل، ويديله الطاقه اللي يذاكر ويكمل دراسته ويبقى متفوق. انا مش معنى ان انا دخلت ابني تعليم فني ان انا خلاص كده قفلت عليه الدايره، لا بالعكس. كام طالب خريجين تعليم فني ملء السمع والبصر، وكام طالب ما شاء الله لا قوه الا بالله يعني بيسافروا كمان منح، والدوله بتدعم التعليم الفني وبتسفرهم منح لدول اوروبيه. فلا عايزه اقول لكم لا، التعليم الفني بقى يعني من زمان وهو ليه مستقبل، ودلوقتي بقى مستقبله كمان احسن. بس بيحصل ضربات في التعليم الفني مع الطلبة نفسهم. الطالب لما بيدخل بيبقى جاي من الإعداد وبيذاكر وليل ونهار وكده، وبيلاقي جزء من التعليم الفني في من الجزء المهاري أو الجزء اللي هو العملي، تمام، وفي جزء نظري وفي جزء ثقافي. اللي هو الثقافي ده اللي هو اللغة العربية، الإنجليزي، المواد اللي هي الإيه، المواد اللي هي الثقافية اللي بياخدها في الثانوي العام، تمام، بس بتبقى إيه مختزلة شوية، عشان طبعا في مواد نظرية تخص التخصص وفي مواد عملية. فبتبص تلاقي الطالب اهتم بالجزء العملي واهتم بالجزء النظري، وساب الجزء الثقافي اللي هو العربي والانجليزي والفيزياء والكيمياء والرياضيات والكلام ده كله، اجلهم قبل الامتحانات بشويه يذاكر. وده غلط، لان الجزء الثقافي ده عليه درجات، ودرجات مش هينه، يعني ما يقلش برضك اهميه عن المهاري او عن العملي وعن النظري، تمام. فالطالب بتاع الطالب التخصص المدارس الفنيه ايا كان تخصصها لازم يهتم بالجوانب كلها. هي الشيله بتبقى تقيله على فكره، الموضوع مفهوم غلط ان التعليم الفني دراسته سهله. لا، التعليم الفني مش دراسته سهله، التعليم الفني دراسته صعبه لو الطالب من البدايه حط في حياته هدف ان هو عايز يوصل لكليه، وحط في حياته هدف ان هو هيكمل لكليه او هيكمل لمعهد عالي، فلازم يشتغل على نفسه مذاكره. لكن انت ما تنامش وتعمل بس اللي مطلوب منك بالعافيه، وتيجي بعد كده وتركن الدروس بتاعتك، وتيجي بعد كده تقول لي انا عايزه ادخل كليه. لا، لازم الطالب من البدايه يشتغل على نفسه كويس جدا، والمدرس يفهم الطالب ان هو ليه كليات وليه دنيا ما تقلش اهميه عن دنيا طالب الثانوي العام.
طيب بالنسبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالنسبة للحب بالنسبة للبنات والزواج، كلمتين من القلب بجد والله العظيم، يعني عشان برضك يعني ايه، انتوا حبايبي وبناتي وبرضك ولادي. الجواز ما هواش حب بس. الجواز ما هواش فتى الأحلام اللي انت شفتيه والتقى الروحين ببعض وهو دوت اللي ربنا فوق وفلان ده تحته وانا من غيره هموت والفيلم اللي بيحصل ده. لا لا، الجواز ده اساس وحاجات كتيره جدا غير اللي هو الحب. ربنا قال وجعلنا بينكم موده ورحمه. موده ورحمه، والموده والرحمه دي ما بتجيش غير بعد العشره. الانجذاب، في فرق بين الحب وفي فرق بين الانجذاب وفي فرق بين الموده وفي فرق بين الموده والرحمه. واللي بيفضل الموده والرحمه لو الراجل بيتقي الله في زوجته وبيديها من المودة وبيديها من الرحمة، الزوجة هتحب بعد الزواج. ولو هو جواز صالونات زي ما احنا بنقول، ولو هو عن قصة حب ومفتقد بعد الزواج المودة والرحمة، القصة هتنتهي ونهاية سودة يعني، والعياذ بالله. في مرة سمعت على الجروبات بتاعت الميديا وعلى اليوتيوب بيقول لك والله العظيم الجوازات اللي بتتم عن طريق الحب ديت اكتر جوازات بيحصل فيها مشاكل بعد الجواز. وبيمسكوا قال لك والله البنت دي كانت بتموت في الولد دوت قبل الجواز وهم مخطوبين، وكانت تقول لك يعني ده حاجة تانية. وبعد الجواز بعد ما عشرته ولا لقت منه مودة ولا لقت منه رحمة، عايزة اقول لكم يعني اللي هو يعني وصلت بينهم وبعض مشاكل يعني لأعلى حد بين العيلتين وبين العريس وبين العروسة. فلا، المودة والرحمة. كان في الله يرحمه يا رب ويغفر له، راجل من الرجالة اللي بتقعد في المجالس العرفية والناس اللي هي الجميلة دي، فحكى لنا حكاية. فكان بيقول لنا لو واحد جالكم واشتكى لكم من حد وقال لك ان عينه عوره، يعني ان جالك بعينه واحده مفقوعه، اصبر لما تشوف الطرف التاني يمكن يجيلك بعينين الاتنين عملوا العينين الاتنين. فالزوج والزوجه لما تيجي تسمع من طرف من الزوجه تقول دي معاشر الشيطان والعياذ بالله، وما تيجي تسمع من الزوج تقول ده معاشر الشيطان والعياذ بالله. فالجواز لما تيجي تختار شريكة حياتك، اختارها مش بقلبك بس. القلب اوقات كتيرة جدا بيبقى اعمى، اوقات كتيرة جدا القلب بيكون اعمى، بيحصل انجذاب، بيحصل اعجاب، انت شايف الصورة الخارجية للانسانة دي، لكن هل عشرت البني ادمة دي؟ لا. بيحصل بقى لما بعد الجواز لما بيحصل العشرة بتشوف بقى منها خير بتشوف منها شر، فبيحصل بقى ايه؟ بيحصل بقى المودة والرحمة اللي بتحصل بين الزوج وزوجها. او بيحصل والعياذ بالله النفور، يقولك لا ده انا كنت والله كانت بتضحك عليا، والله كانت بتضحك عليا، وده اللي قلته من شوية، الكذب في بداية الخطوبة. او العكس، هي تقولك لا والله ما كان كده في الخطوبة، ولو كان كده في الخطوبة انا كنت سبته. بس عايزة اقول لكم حاجة عشان برضك كل واحد ياخد حقه. استنوا معدل الطرحة. مفيش خطوبة ولو هي قصيرة، إلا وربنا بيبعتلك رسائل، ودي عن تجربة. لكن احنا اللي بنحاول نغمض عينينا وما بنحاول نقول لك ايه، مشي الجوازة بعد كده بتحصل كارثة. لا، ومثلا يقول لك لا ده فترة الخطوبة كانت صغيرة. طب انا هقول لكم على حكاية. كان عندي واحدة حبيبتي، يا رب يرزقها يا رب من فضله، اتخطبت واتقلب، مش خطوبة شبكة وكده، لا كانت قراية فاتحة، تمام. وكان زميلها في الشغل، وبعد قراية الفاتحة طبعا ايه لازم يحصل بقى ايه العزومات، انتوا عارفين ايه هي مصرية منين، فكان لازم بيحصل عندنا كده في الشعب المصري ان بيبقى فيه ايه زيارة عزومة لأهل العريس وبعد كده بتردها أهل العروسة أو العكس. فبعد قراية الفاتحة أم العريس عزمتهم عندها. فالبنت
طبعا ده زميلها في الشغل وعارفاه وطبعا اخلاقه عالية والدنيا، وهي وافقت عليه عشان كده. اما راحت عندهم البيت، وده مهم جدا ان احنا يعني الزيارات اللي بتحصل في البيوت دي مهمة جدا جدا، وتحطي تحتها مليون خط، يعني ما تعديهاش كده. فبتقولي انا لاحظت حاجة يا هدى. بقول لها لاحظت ايه؟ قالت لي اما مامته حطت السفرة ورتبت السفرة، قالت لي وانا دخلت طبعا ساعدت هي دخلت ساعدت حماتها. فبتقول لي لقيته بيشخط في مامته، وهي خلاص البنت قعدت هي وباباها واخواتها وكده، وبدأوا هياكلوا يعني، ومستنيين الحاجة عشان خاطر ايه تقعد وسطهم. فالحاجة نسيت العيش. الحاجة نسيت، ركزوا، الحاجة نسيت العيش. راح دوت قايم فزع في مامته، ايه العيش؟ فهي قالت يا نهار اخضر، ايه ده ايه ده؟ طبعا هي ايه حطتها في نفسها. ولما روحت البيت اتناقشت في الحوار دوت بين باباها ومامتها، وقالت لهم انا مش عايزاه. قالوا لها ليه؟ قالت لهم دي امه. انتوا لاحظتوا ان لما هي نسيت العيش، وده امر وارد، ننسى كوبايه ميه، ننسى عيش، ننسى طبق خضار، وارد. ما يعني هي ما مش 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 حاجه، دي عزومه يعني، وارد ان انا انسى حاجه في المطبخ وما اجيبهاش على السفره، يعني ما خلاص ما فيهاش زعيق او ما فيهاش خروج عن المألوف يعني. ودي ست كبيره واقفه طول النهار تعمل اكل وشرب، وفرحانه باهل زوجة ابنهم اللي جايه لهم. فوارد ان هي من تعبها انها تنسى كوبايه ميه، تنسى عيش، تنسى اي حاجه يا سيدي. لو نسيت اللحمه او الفراخ عادي، وارد انها تنساهم. كون بقى ان هي نسيت، وكون ان هو رد فعله كان بالمنظر ده، فقالت لباباها ومامتها لا، ده ما ينفعنيش. باباها ضحك وقال لها ليه؟ قالت له اللي ملوش خير في امه، واللي بيعامل امه بالمنظر ده بكره هيعاملني انا اسوأ من المنظر ده. ده هو كده زعق لمامته، ده ممكن قدام الناس انا بقى يشتمني او يمد ايده عليا. فلا، مش عايزه الجوازه دي. وفعلا فسخت الخطوبه. اللي انا عايزه اقوله ان احنا ما نعديش اي حاجه في الخطوبه. الخطوبه دي ما هياش يا جماعه، ما هواش كاتب كتاب، ما هواش جواز. تمام؟ الخطوبه ديت فتره تعارف، والتعارف يا اما يتمم الجوازه يا اما ينهيها. يعني الخطوبه ولازم تكون في حدود شرعيه. الخطوبه يا اما فتره الخطوبه يا اما تخليك تكملي الجوازه وانت فرحانه بعريسك وباهله، يا اما تقولي لا انا مش عايزاه. دي الخطوبه ما هي الا فتره تعارف وفتره اختبارات. طول ما انت في الخطوبه لازم تحطي لعريسك 100 اختبار واختبار، وهو هيحط لك 100 اختبار واختبار، وهيقول لك كذا وهيقول لك كذا وهيقول لك انا عايز كذا، وهيقول لك لا انا عايزك تبقي بتسكتي ما تناقشنيش. اللي يقول لك كده في الباب، اللي يقول لك انا كلمتي هي الاساس، وانتي لازم تقولي لي نعم وحاضر، دي اقفلي الباب عليه، خليه في ملكوته لوحده. مفيش حد كده بيقول كده النهارده. اللي يقول لك انا عايز منك ان انت تقولي لي نعم وحاضر بس، ومفيش نقاش بيني وبينك وانا السيد في البيت، لا لا، ده اقفلي عليه الباب وقولي له خليك قاعد لوحدك لغايه لما تلاقي بقى ايه ست امينه. الله اكبر بعد الاذان. اللي يقول لك انا عايز ابقى في بيتي السيد وانا صاحب الكلمه والامر والنهي، قولي له لا، روح شوف امينه. لان احنا النهارده ما ربناش بناتنا على كده. احنا كان زمان، كان ايام السيد، عشان خاطر ما يحصلش خلافات، والبنت ترفع او الولد يرفع سقف التوقع، او العريس يرفع سقف التوقع، والبنت تقول له حاضر وان شاء الله وربنا يسهل وهنبقى نشوف الموضوع دوت بعد الجواز. لا، هو بيبقى خلاص هو حط شروطه، وانت عليكي ان انت تمشي على الشروط ديت. لكن انت تقولي لا لما نتجوز اصلا انا هغيره، اصلا انا هخليه يعمل كذا، اصلا انا هخليه لا الدنيا هتبقى افضل، لا، الدنيا هتبقى اوحش. طالما هو في الخطوة ده يملي عليكي كده، يعني هتعملي ايه وهتسوي ايه؟ لا لا. فترة الخطوبة كانت رجاء الجداوي عليها رحمة الله، كانت بتقول لك واحدة صاحبتها جيل بنتها عريس كان باين على الأعتقد من دولة أجنبية. فرجاء الجداوي قالت لها طب خلاص اعزميه واعملي له يعني
ضيفيه وكده وشوفي، بعد ما يمشي شوفي معاملته معاكم في البيت كانت عامله ازاي. وتدخلي التواليت، يعني دي الحاجه بصراحه برضك اللي انا استغربت لها، شوفي التواليت وراه عامل ازاي، يعني شوفي الدنيا بتاع يعني في التواليت لدرجه شوفوا ايه لدرجه ايه. فصاحبتها قالت لها خلاص ماشي. المهم بتقول لك قعد واخد قعدته، قالت لك اولا كلامه مش منطقي في بعض الحاجات. تاني حاجه قالت لك التواليت دخلت لقيته مش متظبط، يعني الفوط مش في مكانها، اعزكم الله قعدة التواليت مش بنظافتها زي ما دخل. فرجاء جدا قالت لها لا ما تتجوزوش لبنتك. انتوا شايفين الناس بتوصل لغايه ايه، التفاصيل الدقيقه اللي هو دخل التواليت. فلا الخطوبة بتبقى فترة اختبار، ما بتبقاش يلا هيصة خلاص الفلانة دي بقت لفلان، لا. ممكن البنت تفسخ خطوبة واتنين وتلاتة واربعة لغاية ما تلاقي الإنسان الكويس. وقبل الخطوبة، عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال الخطوبة تستر. وقبل ما نتمم ونعمل خطوبة ونعرف الدنيا كلها، لا لازم نسأل كويس جدا على العريس. حتى لو العريس كذاب وحتى لو قايل كلام مش موجود فيه، انا لازم اسال عليه في كذا مكان. لازم اسال عليه في مكان بيت اهله، لازم اسال عليه مكان شغله، لازم اسال عليه لو في مكان لو مثلا بيدرس في المكان ده برضك اروح المكان ده واسال فيه زمايله الناس. لو الناس دي كلها، يستحيل الناس دي كلها تكذب، يستحيل الناس دي كلها تكذب، يستحيل لو الجيران كذبوا زمايله في الشغل مش هيكذبوا، لو زمايله كذبوا جيرانه في البيت مش هيكذب، او حد فيهم هيطلع من النص كده ويقول لك لا ده فلان ده في كذا وكذا وكذا، وتقول له بحق لا اله الا الله وبحق ربنا تقول لي الانسان ده كويس ولا لا، تقول لي الانسان دوت صالح ولا لا. هيطلع لك حد، ربنا هيسوق لك حد يقول لك اذا كان الانسان ده كويس ولا لا. لكن ان انت يجي لك واحد بنتك بتحبه، او بنت او ابنك يجيب لك واحده يقول لك لا بابا انا بحبها، او زميلتي في الشغل او زميلتي في الدراسه، او انا اتعرفت عليها وخلاص تتم الجوازه كده من غير ما تسال على اصلها وفصلها واهلها والبنت واخلاقيات البنت. ده ناس بتسال على الام، بيسالوا على الاب. كان في واحد بيقول لي انا قبل ما اتجوز زوجتي سالت على امها، شفت امها في العيله محبوبه ولا لا، شفت امها في عيله ابوها، يعني تخيلوا، شفت امها هل امها ست طيبه ولا لا. مديره في الشغل قال له اما بيقول له انا خطبت، قال له مبروك وكل حاجه، بس قول لي امها مين، قول لي ام البنت مين، هقول لك البنت مين، هقول لك البنت بكره وبعده هتبقى معاك عامله ازاي. فده اللي بيحصل، ودي حقيقة. حتى لو البنت أشد شوية من مامتها أو مثلا شديدة أو كده، هتلاقي اللي يرجعها، هتلاقي مامتها تقول لها لأ خلي بالك من جوزك، خلي بالك من ولادك، خلي بالك من بيتك. لكن لو الأم شديدة وبنتها حتى طيبة، هتبص تلاقي الأم بتسيطر على بنتها في بيت جوزها، واعملي كذا وسوي كذا وقولي كذا واعملي. وسمعنا حاجات كثيرة جدا جدا من المواضيع ديت. فالجواز ما هوش يلا هات اتنين وخلاص ويلا ويتجوزوا، لا. الجواز شروط واساسيات ومراحل، لازم كل مرحلة تمر بوقتها، ولازم يحصل ألفة في الكلام وفي العقول بين البنت وبين الولد. يعني يبقى في مثلا ايه، تفكيرهم يشبه لبعض، ميولهم تشبه لبعض، مش مثلا واحد في الشرق وواحد في الغرب، واحدة هي بتفكر يمين وهو بيفكر شمال، لا هما الاتنين يبقوا زي ما بيقولوا كده هوت قريبين من بعض، يعني يحصل بينهم وبين بعض بعد كده ألفة من السهل. لكن مثلا واحد متدين قوي ياخد واحده مثلا لا لابسه طرحه صغننه كده اهو، طب ما هيحصل 100 مشكله ومشكله بعد كده. وتقول لك هو يقول لك هو متخيل بقى يقول لك ايه انا هخليها تمشي على الصراط المستقيم، وتقول لك لا اصلا بعد كده هو من حبه فيا هيخليني البس اللي انا عايزاه. لا، انت متدين روح دور على المتدين اللي زيك، انت بتلبسي طرحه صغيره روحي دوري على واحد يكون هو اصلا عنده من المساحه ديت اللي يوافق لك بحاجه زي كده. انت بشعرك خلي برضك روحي برضك يعني تزوجي واحد برضك يكون برضك موافق على الدنيا ديت. احنا ما بنحكرش حد او ما بنعليش حد، بس لازم كل واحد يتجوز اللي شبهه، لازم كل واحد يتجوز اللي شبهه. ما انت ما تبقاش انت متدين وتاخدها بشعرها وتقول لي لا ده انا اخليها بعد كده هو لا حاجه تانية.
كل واحد خلاص هي كبرت، خلاص اتعودت على حاجه، اتربت على، بيحصل مليون مشكله وبيحصل. وحتى لو لبست اللبس الشرعي وكده بتبقى عن عدم اقتناع، وبيحصل 100 حوار و100 موال. طب وليه؟ طب هي البنات قطعت خلاص وقفت عند دي، او هي وقفت، أو الولاد قطعت وقفت عند ده؟ لا، ما الدنيا واسعه، احنا ليه بنضايقها على نفسنا في الاختيارات؟ انا اختار لابني اللي شبهه، اختار لبنتي اللي شبهها، او ابني يختار اللي شبهه، او بنتي تختار اللي شبهها. او لو انا مثلا شايفه حاجه مش مظبوطه في الخطوبه، اقول لبنتي ركزي في كذا، اقول لابني ركز في كذا. هو بعد كده حر، يعني هو بعد كده حر في اختياراته، لان هو اللي هيعيش، هو اللي هيشوف. هي برضك حره في اختياراتها، هي اللي هتعيش، هي اللي يمكن هي تقدر يعني تتعايش مع الشخصيات دي. لازم الام، لو البنت مثلا خبرتها بسيطة طبعا في الحياة، وده وارد. الأم لا، الأم زي ما بنقول كده، الأم مدرسة. الأم مرت بتجارب، بفترة خطوبتها هي وفترة خطوبة أهل إخواتها سواء ذكور أو إناث، مرت بجوازات أهل زوجها، مرت بجوازات صحباتها. يعني في كذا تجربة خطوبة وتجربة جواز مرت عليها. يعني عندها من الخبرة، وعندها من الحنكة، وعندها من العمر اللي تقدر تقيم الإنسان اللي قدامها. لكن بنتها لأ، البنت لأ، البنت صغيرة وبتبقى فرحانة بقى بالعريس وبالدنيا الجديدة، فنظرتها بتقف عند نقطة معينة. وفي بنات ما شاء الله لا قوة إلا بالله بتبقى برضك عينيها يعني بتجيب اللي بعد كده، يعني بتبقى هي برضك إيه، أخدة برضك النقط الأساسية. هو عايزني وإنسان كويس وكل حاجة، بس في فترة خطوبة، فترة الخطوبة ديت ليه مساحة معينة ما يتعدهاش وأنا ما تعدهاش، بس في نفس الوقت هو محطوط تحت الميكروسكوب. شوفوا لدرجة ايه هو محطوط تحت الميكروسكوب. واتقالت انا بعد عليه انفاسه، انا بعد عليه انفاسه، بشوف هو هيصلح لي ولا لا. ودي بتبقى بامانة ربنا البنت الذكية، ودي بتبقى الناس اللي فاهمة يعني ايه علاقة الخطوبة. علاقة الخطوبة مش علاقة زواج. واكبر دليل على كده انه ممكن بعد كده هو يفسخ، هو اللي يفسخ الخطوبة. يعني انت توافقي وترضي وتمشي امورك، وهو الولد نفسه هو اللي يجي يفسخ الخطوبة، يقولك لا مش عايزها، لا ما حسيتهاش، لا مش شبهي. طب وليه؟ طب ما من الاول، من قبل ما نخطب، من قبل ما نظبط الدنيا، نسأل كويس ونشوف الدنيا فيها ايه. ولو خطبنا ولقينا فعلا الناس مش شبه بعض، خلاص يعني الحمد لله، يبقى ما فيش خسارة. انا ما بقول ان لو في فسخ خطوبة دي ما فيش، دي مش خسارة. الخسارة انا بقيمها اللي بعد الجواز، وخصوصا لو في اولاد، دي بجد بتبقى خسارة، بتبقى خسارة للطرفين، للزوج وللزوجة. البنت في بداية فترة، يعني البنت أول ما خلاص كده هو بتبقى يعني وردة جميلة بيبدأ يجيلها الخطاب. البنت في البداية بتبقى خايفة من الخطوبة، أو تبقى ما عندهاش استعداد للخطوبة، أو البنات اللي احنا يعني تربية ايدينا أبوها وأمها. فلما بيجيلها عريس بتبقى قلقانة، بتبقى خايفة. فلازم، وفي بنات بترفض تقولك لا 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 انا مش عايزه اتجوز، انا مش عايزه اخرج من بيت بابا وماما، اللي هي ابوها وامها في البيت مفرحينها، اللي هم مدلعينها، اللي هم محسسينها بقيمتها. تقول لك لا 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 انا مش متخيله الدنيا من غير بابا وماما. فعايزه اقول لكم لما بنتكم تكون بالوضع ده، خلي يبقى في مساحه بينها وبين العريس اللي جاي، تشوفوا مره واثنين وثلاثه، اللي هي الرؤيه الشرعيه جوه البيت تحت عينيكم. تخليها تقعد وتتكلم معاه. طيب انا رافضه، طب اقعدي معاه مره تانية. طالما انا كأب وكأم شايف ان الولد ده كويس، وشايف ان هي انسانه كويسه. زمان كانوا بيحكوا لنا عن قصه كده اهوت، وكان مدرس ربنا يرحمه ويغفر له يا رب، فبيقول لك انا كنت قاعد ولقيت البنت دي كانت شاطره جدا، ولقيتها عماله تعيط. فبيقول لزمايلها مالها في ايه، فقالوا له مش عارفين يا مستر مالها. فراحت قال لها طب تعالي في ايه بس قولي لي كده. وده لما بيكون المدرس اب قبل ما يكون مدرس. فقالت له جاي لي عريس. قال لها طب واللي جاي لها عريس كده تزعل وتعيط؟ طب يعني المفروض تفرح. فراح قال لها طب انا هسألك سؤال من اب لبنته، هل انت بتحبي حد، او هل في حياتك حد؟ فقالت له لا والله يا مستر ما فيش حد، ده انا يعني بس انا مش حابه ان انا اتجوز، انا لسه صغيره ومش عايزه اخرج من بيت اهلي. قال لها طيب يعني طب ما تدي لنفسك فرصه ان انت تكلميه وتتعرفي عليه وتشوفي الدنيا فيها ايه وبتاع.
فالمهم راحت هديت وقعدت تضحك. قالها طيب يعني قول لبابا وماما يجي مرة تانية نتكلم مع بعض. شوف يا بنتي يمكن يحصل بفضل الله وكرم وقبول. وباباها ومامتها كانوا مصممين ان هي تتجوزوا، يعني هي المشكلة عندها ان هي الاب والام كانوا مصممين ان هي تتزوج الشاب ده. يعني هي مش مثلا قعدت مع القعدة الشرعية وقالت لا مش عايزاه فخلاص هم رضخوا لكلامها او وافقوا على كلامها. الاب والام شايفين ان الشاب دوت كويس، فهم طبعا بيقولوا ايه لا يعني ده خساره ان احنا نقول له لا، وده هو ده الانسان اللي هيسعد بنتنا. لان هم ده اللي لسه الكلام اللي كنت لسه قايله، هم اكثر خبره منها واكتر منها نظره للي بعد كده. فلما شافته مرة واتنين تاني وبدأت تتكلم معاه وهو يتكلم معاها، بدأت تستريح والخطوبة تمت والزواج تم. مرت السنين وشافت بالصدفة المدرس بتاعها وسلمت عليه وكان زوجها معاها. وهي كانت حكت لزوجها قالت له أنا اللي خلاني أوافق عليك واللي خلاني أشوفك الرؤية الشرعية التانية والتالتة المدرس الفلاني. فلما شافته بعد 20 سنة فراحت قالت جريت عليه وسلمت عليه. فجوزها بيقول لها مين ده؟ قالت له انت فاكر المدرس اللي انا قلت لك عليه ان هو اللي كان السبب في جوازنا؟ قال لها قالت له هو الاستاذ ده. فراح الراجل شكر له فقال لها طب مدرس بقى، قال لها طب قولي لي انت دلوقتي ايه مبسوط؟ قالت له الحمد لله، الحمد لله، ربنا يجازيك عني خير ويجازي ابويا عني خير ويجازي امي عني خير. شايفين لما يكون الاب نظره جاي لبعد كده؟ شايفين لما الاب يبقى شايف اللي البنت مش شايفاه؟ مش مثلا الاب شايف ان الولد كويس وبنته قالت له لا يا بابا انا مش عايزاه فخلاص يا بنتي لا. لان النهارده عشان تلاقي زوج كويس لبنتك او تلاقي زوجه كويسه لابنك ده بيبقى كرم من ربنا كبير جدا. فبتمسك فيه وتثبت بايديك واسنانك ان انت تلاقي حد كويس، لازم تمسك فيه بايديك واسنانك وتقول لا هو ده الانسان اللي هيسعد بنتي او هي ديت الانسان اللي هتسعد ابني. فهي الدنيا ماشيه كده، هي الدنيا ماشيه كده، ان احنا الاب والام يبقى عينيهم على اولادهم حتى في الاختيارات. انا مش هفرض عليه حاجه بس انا هنور له، يعني زي كده ما اجيب كشاف كده واسلطه له على حاجه هو مش شايفها، اقول له خلي بالك في كذا 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 وانت يا ابني صاحب القرار. اما ادي لابني مساحته وهو كبير هو مش هيحس ان انا خانقاه، لكن هو برضك هيبدا يفكر طب ماما معاها حق، طب بابا معاه حق، طب ابص لو البنت دي هو رافضها وانا شايفه انها كويسه، طب شوفها مره تانية، طب اتكلم معاها، طب كذا. لما يشوفها مره واثنين وثلاثه ممكن القلوب تلين، ممكن هو يشوف فيها حاجه في المره التانية او التالتة ما كانش شافها في المره الاولانيه، في اسلوبها، في طريقتها، في كلامها، في ودها. فلا، افرض هو مختار واحدة وانا شايفة ان هي كويس، خلاص الحمد لله والشكر لله، يبقى ده اختياره تمام، والله يوفقهم يا رب. طب انا شفت مثلا لما دخلت بيت اهلها شفت نقطة معينة، او لما قعدت مع البنت واتكلمت معاها شفت نقطة معينة، او لو اتكلمت مع الام شفت نقطة، او لو ما اتكلمت مع الاب او مع الاخوات شفت حاجات رايحة عن ابني. فلما بنرجع بقوله تعالى في 1 2 3 4، انت حر في اختياراتك. انا طبعا في سن يا جماعة وده سن الشباب، انت لما تيجي تقول له كلمة بيعمل عكسها، او لما تيجي مثلا تنصحه نصيحة بيعمل عكسها. انت شايف حاجة وهو شايف حاجة تانية، انت وهو متخيل ان انت عايز تسيطر عليه، او هو متخيل ان انت لا ماما عايزة تجوزني على مزاجها او بابا عايز يجوزني على مزاجه. لا، هو كل اللي بيحصل ان الام او الاب بيبقوا شايفين حاجة الشاب عينه مش واصله لها، فانت بتيجي بالراحه كده بتقول له والله عروستك زي الفل وتمام والناس زي الفل، بس في حاجات انا عايزه اناقشك فيها، تعالى بس كده، تعالى بس اقول لك كلمتين حلوين. انا شفت يا ابني كذا وكذا 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 وهم عملوا كذا وعملوا كذا وعملوا. ما تخلي بالك في فتره الخطوبه، ما تخلي بالك كده شويه وركز في فتره الخطوبه. يمكن انا نظرتي يا ابني مش اللي هي، بس انت برضك ركز، يعني انت برضك هتروح عندهم اكتر مني، هتخرج مع البنت اكتر مني، هتتكلم مع البنت، فشوف يعني الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. يبقى انا كده عملت ايه؟ اولا انا اديت له مساحته وسبت له هو قراره في ايده ونورت له، اديت له الاضاءه كده على الحاجات اللي هو ممكن ما يكونش شايفها. هو بقى بعد كده بقى لما يحصل موقف هيفتكر الكلمه اهي، في تكه اهي كانت ماما قايله لي عليها او كان والدي قايل لي عليها، لا في كمان تكه تانية، ده ماما نبهتني او والدي نبهني. فلا، هو ده اللي بقوله. او للبنت خلي بالك
ده هو كذا، ده هو شديد، ده هو مثلا بخيل، ده هو مثلا متسلط، ده والدته بتتدخل في حياته، ده والده بيتدخل في حياته، دول اخواته هم اللي ماسكين الزمام وهو ملوش شخصية. يا جماعة في حاجات في الجواز ما ينفعش. ممكن تنفع لغيرك، أو ممكن تنفع يعني لطرف تاني غير ولادك، أو ممكن تنفع لحد غير تركيبته غير تركيبتك، لكن ما تنفعش معاك انت. سبحان الله. وده بيحصل ان واحد بيفسخ خطوبة بواحدة وبيتجوز واحدة تانية وبيكمل معاها، او واحد مثلا بينفصل عن واحدة وبيتجوز واحدة تانية وبتكمل معاه. فهو ده اللي بيحصل، ان في ناس بتبقى شبه بعض. وده اللي احنا ده مجمل الحوار كله اللي احنا بنتكلم فيه، ان الناس تختار اللي شبهها، ان الناس تختار اللي طبعها زي طبعها عشان الناس تكمل رحلة الحياة. ما هي دي رحلة، دي سنين يا عالم بقى مين اللي هيتوكل على الله قبل التاني. سعيدة جدا وانا قاعدة بتكلم معاكم، ببقى حاسة ان انا قاعدة وسط اخواتي، بفضفض براحتي، بتكلم براحتي. في حاجات كتيرة جدا ببقى نفسي اقولها لكم. في حاجات كتيرة جدا ومواضيع كتيرة جدا عايزين نتناقش فيها الفترة اللي جاية. يا ريت تكتبوها لي في الكومنتات. اقول لكم ان انتوا اجمل عيلة في الدنيا، وان انا بحبكم جدا في الله. ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب ودعوة حلوة، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.